سببين يدعوان للتفاؤل في النص. أولا تكرار عبارة تملم في بقايا النور عبر مساحة الحج الشعري، وهذا يعطي أو يمنع أملا من هذا السعي أو الدوران المتعب المرهق. وثانيا جعل ختام النص مسكه ودرته في التوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى، فهو وحده القادر على إعانتنا وإعطائنا القوة والصمود في وجه الدنيا التي لا تكف عن الضرورات. بتقول إيه بقى العناعة؟ ساعة أذان الظهر كبر صوت الأذان، قعدت أقول يا رب يا رب يا رافع السماء من غير عمل، كون المعين ليا، كون ليا سند، مدد يا إلهي مدد مدد. في نص بواقي أهات الروح، ولو إنه نص بسيط حتى في لغته التعبيرية التي تهبط أحيانا لدرجة تقترب كثيرا من الكلام العادي الدارج المتداول على ألسنة العامة، مثل ودشدشت عظام جسمي، وكان سكينة تلمة، وافرد طولي على سريري، وعايش في طلوع الروح، وحشي وسطي حش، وبعد ما حيلي اتهد ومش شايفة أحط رجلي إلا أنه يفكر مسألة هامة